مرحبا. شلونك علي؟ اهلا وسهلا. اكيد علي عقيل فنان تشكيلي منورنا اليوم. نعم تسلمين. احب اسالك شلون بديت لهالفن؟ والله هو اول شيء هو موهبه. بدأت من الطفوله يعني بمساعده اهلي واكيد بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ونميتها يوم ورا يوم مرحله بعد مرحله والحمد لله وشكرا. طيب شنو النوع اللي مختص فيه انت الرسم؟ والله هو خاصة يمكن مثل ما نشوف صارت اكو انواع كثيره. نعم صحيح، لكن هو الفن يبقى هو يعني مواضيع لا نهايه لها، ويوميا تنزل تقنيات واشياء جديده. لكن انا تجذبني المواضيع يعني شويه الغرابه بيها. غرابه بيها نعم. المواضيع الغربيه نقدر نقول، الاناقه، الموديلات هيك. لذلك شنو نوع الفن الرسم اللي اختصيت انت به؟ اختصيت به ما اختصيت به، لكن اكثر شيء انا ارتاده هو الالستريشن. هو ظهر بالفتره الاخيره يعني سنتين ثلاثه. نعم. ويعني بين فتره وفتره ارسمه يعني ما مختص به، لكن اكثر شيء مركز عليه حاليا. هم شاركت بمعارض شخصيه؟ معارضين كان قبل سنه تقريبا كان عندي معرض شخصي، بالاضافه الى المعارض المشتركه والمعارض المدرسه وغيرها من المهرجانات. طيب ايش وقت علي لاحظ موهبته ظهرت عنده؟ والله هي من الطفوله، يعني انا اتذكر يعني اول ما وعيت على الدنيا انا ارسم يعني ما موقف، وما اتذكر يعني فد مرحله بحياتي يعني وقفت بيها او ما كان عندي دفتر رسم او الوان، يعني دائما هي مرافقتني بكل مرحله. طيب احب اسالك ايش معنى هذا النوع من الرسم اللي هو الرسم على الفحم؟ حبيت انت تختص به وترسم من خلاله بعض اللوحات؟ الفحم والله انا احب يعني الخامه مالته، احب اللون الغامق مالته، الدرجات يعني اقدر اطلع به اكثر من تون، يعني بخلاف الرصاص والجاف. يعني انا الفحم يعني اجيده وحلوه التونات تطلع به الدرجات، المواضيع يعني اقدر ارسم به اغلب المواضيع اللي هسه دارجه عندنا. طيب هذه المواد اللي تستخدمها بالفحم خاصة يمكن هي صعبة، لذلك اكو مواد خاصة مثلا تروح المكان تجيب هاي المواد لاجل ترسم هاي اللوحات؟ اكيد يعني هو صعب اكيد بالبداية صعب، لكن بالتدريب والمواكبة دائما التمارين المكثفة ما يصير شيء صعب. ويعني هي مواد طبعا لازم اكيد يعني حتى يكون العمل متكامل لازم تكون المادة يعني مو اي مواد مو اي نوعية، لازم شوية اصلية، خامة مالتها يعني تكون أصلية طبعا، لأن إذا النوعية مو أصلية شوية العمل يخرب، يعني حتى الواحد ما يقدر يطلع بها مهاراته. طيب شنو أول رسمة رسمتها من خلال هذا الرسم؟ كانت هي الطفل، المرأة أو منظر طبيعي؟ والله هو بالطفولة طبعا يعني هو منه مراسم الطفل المناظر الطبيعية. لكن أول قلت لي هو فن حديث. نعم. أول رسمة رسمتها من خلال هذا الالستريشن يعني بالفحم أو بالديجيتال، يعني مركز أكثر شيء على الموديلات، على شوية تكون بها طابع غربي أكثر شيء. يعني أحب تجذبني المواضيع الأنيقة اللي بها تميز يعني. أكيد. طيب هاي التفاصيل كلها يمكن تحتاج تفاصيل وتحتاج وقت. أنت كل رسمة ايش قد تطول الوقت بيها لما يعني حسب الرسمة، كل رسمة بها تفاصيل ويراد لها دقة وأشياء، لكن يعني كحد أقصى فد يعني 3 ساعات أو 4، يعني أقل رسمة فد ساعة هيك. طيب هم مشارك بمهرجانات؟ مهرجانات يعني صارت هواي مهرجانات محلية أو معارض شخصية. معارض شخصية طبعا سويت، لكن أكثر شيء مشارك معارض مشتركة ومعارض المدرسة اللي تقيمها طبعا وزارات التربية طيب أحب أسألك أنت طالب بهاي الحالة شلون قدرت تتوافق بين الموهبة مالتك والدراسة؟ يمكن خاصة مرحلة السادس مرحلة تحتاج كثير وقت من عندنا لأجل ندرس لأجل نروح محاضرات، يعني هواي نتعب بيها. يعني هل أنت ممكن تخليت عن هاي الموهبة فترة أو أنت لا حاولت توافق بيناتهم؟ يعني مو بالضبط تخليت عنها، لأن الموهبة ذات تنترك يعني تروح، لازم أنا أظل أواكبها وأتمرن بين فترة وفترة، لكن أكيد تختلف. مو مثل ما أنا وقت فراغي الشغل يصير أكثر. يعني بالسادس ما عرفت هواي، يعني بين فترة وفترة ترسم. نعم. طيب أنت اختصيت بهالنوع لو أكفد أشياء ثانية هم تعرفها؟ يعني أشياء ثانية أنا أرسم بالزيت بالرصاص الديجيتال والفحم، هسه أكثر شيء يعني مركز عليهن، يعني على السهولة والأشياء اللي أنا تجذبني اللي أحبها أرسمها. لكن من بين كل هاي الأنواع اللي أنت قلت لي عليها، شنو أي نوع يعني حسيت إنه بيه سهولة إلك؟ يعني هو بسهولة، يعني الواحد الموضوع اللي هو يحبه واللي هو مختاره أكيد يشوفه سهل عليه ويبدأ به أكثر ويبرز به طبعا. طيب أنت نجحت؟
اي نجحت الحمد لله وشكر. طيب شو فكر هم فكر مثلا تطور هاي الموهبه تروح معهد او كليه فنون جميله؟ لا حاليا او حابك فد اختصاص ببالك؟ حاليا اروح الاختصاص اللي هو يطلع لي بالتقديم وان شاء الله وراها اتفرغ لموهبتي اكثر من هسه. اوكي طيب شنو اهم ابرز الاشياء اللي تبغى يعني ترسمها من خلال الفحم؟ يعني انت تقتصر بس على الموديلات او ممكن ترسم مناظر طبيعيه او حتى اشخاص؟ يعني اشخاص مرات ينطلب مني مثلا اصدقائي او اي ناس، لكن موديلات يعني انا اكثر شيء الستيل لايف، مناظر طبيعيه قليله ارسم ما ارغب لها، لكن اكثر شيء الموديلات يعني الستيل لايف هو اكثر شيء طبعا يساعد الفنان حتى شوي يطور من موهبته بالظل والضوء والتدرجات وكل من الاشياء. طيب الرسم بالفحم شنو الخطوات الاساسيه له؟ لما تبدي ترسم شنو مثلا تحدد فد خطوات اساسيه لها من خلال يعني بعدها تبدي الرسم وتكمل اللوحه او الرسم؟ برايي يعني لازم اول شيء يكون الخطوط الاساسيه والرئيسيه هو التخطيط الاولي، يعني بدون لا تضليل ولا ابد، الخطوط الرئيسيه الاساسيه يعني حتى يمشي عليها الفنان، ويعني هي اللي تخلي يعني بدايه الاساسيات مالته، الباقي مو مشكله يعني ممكن يصلحها، لكن اهم شيء الخطوط اللي بالبدايه يبدي بيها، يعني التفاصيل الملامح، وبعدين يبدي التضليل بالمراحل. طيب انت مع او ضد انه مثلا الفنان يمتلك اكثر من موهبه او اكثر من نوع بالرسم يرسم، لكن انت في نفس الوقت اكو مقوله تقول لك اذا مثلا انت تحفظ اكثر من نوع اذا انت راح تحير بهم كلهم ما راح تبدع بواحد؟ لا بالعكس، يعني هواي عندنا فنانين هسه مو شرط مختصين بالرسم، يعني هو الفن بصورة عامة، يعني هو الفنان من تقولي له فنان يعني هي كلمة شاملة، يعني هواي فنون هواي أنواع من الفنون، لكن يبقى الفنان يرجع يعني اللي هو أكثر شيء عنده لازم موهبة اللي هي يعني يلقى نفسه بها أكثر ويبدع بها أكثر بالإضافة إلى الفروع الأخرى. طيب هاي الفروع الأخرى احكي لنا عن أحد يعني رسم نوع يعني ثاني من الرسوم اللي أنت هم حبيتها وهم دائما يعني ترسم بها. أنا أرغب يعني أميل شوي للتصميم، لا يعني تشوفين اكثر شيء يعني باعمالي اكو روح بتصميم الازياء والموديلات، يعني تقريبا مازج بيناتهن بالموضه زين شلون طورت هاي الموهبه، خاصه يمكن انت طالب مو يعني صاحب اختصاص؟ صحيح، يعني بالمتابعه اكثر شيء هسه تقريبا السوشيال ميديا يعني هواي بحياتنا ماخذه مكان، اتابع فنانين مشهورين او يعني اكيد ويانا هسه راح تنعرض بعض الصور اللي انت راسمها، هذه من اقتبست هاي الصوره؟ هاي موديل عادي يعني بيها شويه غموض، الوان غامقه شويه، فحم، تدرجات. هذه بالفحم كانت؟ فحم. هاي ديجيتال هذه يعني هاي شلون الطريقه اللي ترسم من خلالها؟ الديجيتال شوي اصعب من الفحم، يعني راد له تقنيه شويه شلون مسيطرين على الخامه مال القلم والشاشه وتدرجات. قصدك الرسم يكون من خلال الشاشه؟ شاشه اي قلم. يعني شنو هذا برنامج خاص هو على التليفون السكيتش بوك، يعني هو اكو تطبيقات لكن انا حبيت السكيتش بوك. هذه الصوره هم ديجيتال؟ ايضا فحم او ديجيتال؟ لا ديجيتال. هاي ديجيتال. هذه يعني من بين هاي الشخصيات اكو مثلا فد موديل معين انت دائما ترسم لها؟ يعني الموديلات الغربيه اكثر شيء دائما موديل، ايش معنى يعني بس الغربيه؟ ما اعرف، انا القى نفسي فيها اكثر، يعني تلقى نفسك أكثر. يعني بالموديلات الغربيه تجذبني اكثر. اوكي هذه فكره جديده هسه يعني صايره على الساحه، هواي فنانين يستعملوها، يعني تستوحين من شيء وتصممين يعني حسب الماركه او ماركه او تطبيق او اي شيء. لكن انت هم حبيت يكون لك دور فيها؟ سويتها اكثر شيء. هاي نفس الفكره يعني هاي حبيتها مستوحات من السوشيال ميديا، خاصه يمكن السوشيال ميديا صار كلش مهم بحياتنا. طبعا هاي اخير شيء رسمتها البارحه كملت جديده. طيب هذا النوع من الرسم الديجيتال يعني هم ممكن ايش قد الوقت اللي انت من خلاله تكمل الرسمه؟ يعني هو قلت لك حسب يعني الموضوع اللي تبدا الرسم، هوايك مثلا اكو رسمه تطول اسابيع، ممكن تطول شهر، حسب الوقت اللي يرسم بيها والتفاصيل اللي بيها التدرجات، هاي كلها تاخذ وقت. طيب هذه الرسمه اي موديل يعني هاي كلش حبيتها؟ يعني اكثر شيء النظر على السمر انه يعني البياض احلى لكن انا حبيت انه ابين السمر بطريقه حلوه مرات يعني انت تشوفها حتى بعض الصور او الرسمات تشوف رغم انه هو اسمر لكن يبقى عليه مثلا لون عينه كلش مميز، انه تقول هذا ايش قد حلو بالضبط. يعني الالوان مالتها حلوه مبهجه والسمار حلو. طيب احكي لي ممكن اكثر رسمه طولتها بالديجيتال؟ يعني اكثر رسمه مثلا ساعتين ونص، حسب اذا قاعده وحده او اعوفها وارجع لها شغل منفصل. طيب لاحظك انتم يعني لاحظ هاي الطريقه اللي انت تتبعها. طب هاي الصوره شنو؟ هاي بالفحم، هاي يعني شلون افرق بين هي اثنيناتهم مصدومين، هي صدمه لكن انا صدمه حزينه وصدمه مفرحه، يعني تحديت نفسي بها شلون اقدر افرق بين الملامح الضحكه والحزن بنفس الوقت، يعني وجه مشابهين تقريبا.
طيب شلون قدرت تفرق من خلال قراءة عنه تحديت نفسك من خلال؟ هي طبعا صورة نقل. اي، فانا حبيت انه اشوف نفسي اقدر لها، والحمد لله نجحت فيها. طيب هم بعض الصور اللي انت تملكها ممكن تباع مثلا صور منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن انت تنقلها من خلال الفن اللي انت يعني اغلب صور انا انقلها، لكن مرات تعجبني طلعت السوشيال ميديا والتصاميم هاي اكثر شيء انتشرت لهم، يعني حبوها لان هي اصلا موجوده عندهم، يعني بدات عندهم الناس ما شفتوها بالعراق هنا او بالوطن العربي ما شفتوها. طيب هاي الفنون الحديثه شنو اكثر شيء خص مثلا بدا بألفن ممكن غربي وانت حاولت مثلا تتعلم من عنده؟ هم اكثر شيء غربيين، يعني هو الديجيتال بدا بالمناطق الغربيه بالدول الغربيه ووصل لنا، يعني هو التطبيقات اكو وايد فنانين يعني هسه يظهرون على الساحه هواي، يعني يشتهرون اعمالهم حلوه، اكثر شيء هم غربيين، لكن عندنا هواي عرب يعني هم يتعلمون من الغرب، بس يبقى كل فنان له اسلوبه الخاص شلون يميز لوحاته عن الباقي. طيب هل حاولت من خلال رسماتك مثلا ترسم الفنانه وتنشرها بصفحتك او ممكن هو حبها ونشرها بصفحتك؟ اي نعم، هواي رسمت فنانين تايلر سويفت، كات بيري، وايد يعني. طيب احب اسالك، ممكن هسه قلت لي انت اكثر نوع حبيت الفحم، اكيد المشاهدين يحبون يشوفون الرسوم مالتك الحلوه يمكن. هاي عندي كمان بالفحم، حبيت التدرجات الغامقه اللي بالخلفيه اللي برزت الكمان من خلالها والظل والضوء، ناس تلعب هذا حبيتها. هذا باتمان. لكن لاحظ انه دائما تحب شخصيات معروفه تحب يعني ايه حسب هذا، يعني اي صوره اشوفها تعجبني، يعني اي صوره ممكن انه تشوفها تاثر بك انت كفنان؟ صحيح. نعم. ليش الصوره شنو ليش يعني شدت انتباهك؟ هاي العضل، يعني هي هم كانت تمرين، يعني اول مره ارسم عضل التدرجات والمناطق البارزه تحس اكو قصه من خلال هذه الايد اللي طالعه على راسك؟ يعني هو هاي من خلال انه توصل ايش قد ما واحد يوصل نقطه قوه، وها لازم يكون عنده قوه وضعف ونخاف منها، يعني يمكن اهم شيء يمكن هاي القصه اللي موجوده، يمكن هاي اهم تميز الفنان، انت هاي القصه الموجوده دائما تحب تنقلها من خلال لوحاتك. يعني كل لوحه لها هدف معين او رساله معينه، لكن اكو بعض الاعمال يعني ما فيها رساله، مجرد انه تخطيط او تمرين. اذا كنت اكثر لوحاتك ممكن تعتمد على القصه من خلال اللوحه، يعني ايه ما بين وبين، يعني حاول موازي بيناتهم تقريبا. طيب وهذه اللوحه؟ هاي ريانا بالفحم، هذا الستريشن بالفحم. سنتها تقريبا قبل سنتين حلوه، صارت وقتها رواج لها وهواي عجبت الناس، سواء عن وسط الفنانين او متلقي العالم. نعم. طيب انت من خلال المهرجانات اللي شاركت فيها حسيت مثلا هم قالوا لك ممكن انت اي فن حاب تشارك فيه وانت تحب يعني تحضر؟ لا انا يعني فن الملاحات اللي عندي اشارك فيها، يعني ما طرقت اني فد مواضيع معينه. لذلك انت لما تشارك بهاللوحات ممكن زي تياه وبالفحم او نفس الصوره نفس الموضوع الديجيتال، الرسم الديجيتال، اي من بينهم الشارك؟ والله اكثر شيء يعني اخي ما شاركت بالديجيتال كله بالفحم، يعني لوحات عاديه على ستاند ديجيتال شيء بعدني ما بادي فيه، يعني ذاك ذيك البدايه القويه، يعني هيك محاولات بسيطه، يعني ما عرفت. علي انت وين حاب توصل ممكن يعني من خلال فنك هذا؟ هم ممكن نفكر مثلا نشارك المعارض ممكن دوليه؟ اكيد بالفتره الجايه ان شاء الله عندي معرض شخصي دا اشتغل عليه هسه، وايضا دا احاول انه بالفتره الجايه ان شاء الله انه اسوي اسلوب خاص بي، يعني مثل ما الفنانين اللي هسه بارزين، يعني كل واحد له اسلوبه خاص، ان شاء الله اقدر اسوي اسلوبي الخاص اللي يميزني عن البقيه، وان شاء الله انجح بهذا الشيء. نعم. طيب هم نلاحظ اكو نوع من الفن اللي مثلا لاحظ الفنان يبدي يدخل بالصوره، مثلا صوره يرسمها يحاول هم يعني ينقل نفسه من خلال هاي الصوره من خلال اللوحه، فكرت هذا الفن النوع من الفن اللي يمكن هو ينقل صوره معينه او قصه معينه. يعني هواي عندنا فنانين هسه بارزين خصوصا بالعراق، يعني اللي يرسمون المواضيع اللي تنقل الواقع، عندنا المؤلم سواء الحروب سواء المظاهرات، هواي عندنا هيك فنانين يعني حلوه لوحاتهم انه توصل للمشاهد بسرعه، يعني لان مواضيعها من الواقع عندنا. طيب احب اسالك بهذا الخصوص، انت هم ممكن كان يلعب دور بهالشيء، ممكن بيوم من الايام شفت احداث صارت يمكن خاصه احنا نعرفها ما يصير بين احداث، ممكن حادثه حزينه اثرت بيك انت ممكن حاولت تنقلها من خلال لوحاتك؟ لا قليل اطلق هيك مواضيع، لانه يعني هواي من الفنانين صاروا ياخذون هالمواضيع، لكن انا احب انه اوصل فد شيء مميز، يعني خصوصا هنا بالعراق ما عندنا هواي فد اساليب خاصه هواي برزت، يعني كلها مواضيع تقريبا متشابهه. انا حبيت انه اطرق الاسلوب الغربي شويه
يعني ذاك علي انه هسه علي شنو اللي ينزل؟ نقدر نقول الاسلوب الغربي؟ والله هذا يعني السؤال ينطرح متاخر يعني تقريبا. علي عقيل، هنا تشكيله اكيد منورين، منورنا اليوم شايفين حوارك.